النهارده احنا جايين نقول لكم ازاي تبسطوا نفسكم في بنها العسل. ويلا بينا على اول مكان في بنها العسل. يلا بينا. كان لازم طبعا اول حاجه نفكر فيها واحد فول واحد طعميه من عند الرشيدي. خطير. وطبعا بعد ما فطرنا كان اول حاجه لازم نفكر فيها اللي احنا نشرب عصير من عند فيتامين. عايز اقول لكم ان ده من احلى محلات العصير اللي موجوده في بنها. اخترنا بقى فيتامين فرع الفلل عشان هو اقرب لبيتنا. يا جماعه خطير. الغدا بقى هيكون في واحد عطله، احسن مكان بيعمل مشويات ومندي. يلا بينا. وبما اننا في واحد عطله لازم نطلب الحاجات الترند الجديده. طاجن الكبير قوي، طاجن الموزه بالبرتقال، لحم النعام والرز بالشعريه، مندي اللحمه بجد جامد، مشويات واحد عطله، وطلبنا كمان محاشي، وطبعا لازم حمام محشي، وما ينفعش نكون هناك وما نطلبش فراخ مندي، ولازم العيش المحمص وكمان السلطات. نبتدي بقى بالشوربه اللي بجد بعشقها، دي شوربه كوارع وشوربه حمام كانت بجد حكايه. ده كان طاجن الكبير قوي، لو ليكوا في الاكل الحرش اطلبوه، بجد كان طعمه حلو قوي وبالنسبه لي عجبني الصوص بتاعه. ونروح لبعد كده لطاجن الموزه بالخضار، ده بقى اللي عجبني قوي عشان كان بصوص البرتقال، وبجد اللحمه كانت بتدوب وكان طعمها حلو جدا. ودي من الحاجات الجديده اللي عند واحد عطله وعجبتني جدا. نروح بقى لاكتر حاجه بعشقها عندهم، الحمام المحشي يا جماعه، بجد مفلفل وطعمه تحفه بالزبده البلدي كده بقى، والحمام كان بجد مسكر وعجبني جدا. اللحم المندي بقى عندهم بجد دايب جدا ومستوي بجد صح، وسلطة الدقوس بقى مع الرز مع المندي بجد كان طعمها خطير. محاشي واحد عطله غير اي محاشي. الممبار بقى مفلفل ومشطشط وبينزل في قلبي في قلبي. الحركه دي بقى بتغسلني من جوه. بتنجان المحشي، الفلفل، الكوسه، بجد تتبيله خطيره وطعمها حكايه. كنت اول مره اكل لحم النعام من واحد عطله، بجد عجبني قوي، اللحمه مستويه حلو، الصوص جامد جدا، ومع الرز بالشعريه بجد عجبني قوي. نيجي بقى للمشويات. عايز اقول لكم الكفته حكايه، تتبيلتها حلوه قوي ومع الطحينه بجد في الجون. ويا سلام بقى على الكباب، الكباب بجد مستوي قوي وطعمه حلو والتتبيله بتاعته واضحه قوي والشاوي جامد جدا فيه. بصوا بقى اللي ما كلش فراخ مندي مع الرز بسمتي مع سلطه الدقوس من واحد عطله ما كلش فراخ مندي قبل كده. ولازم ودن القطه مع الملوخيه بجد مسكره وطعمها تحفه. ولازم العيش المحمص بجد يا جماعه بنصحكم بيه جدا. طبعا بعد الاكل الجامد جدا ده لازم كوبايه شاي مغلي من ايد عم الحاج على الفحم، حكايه. احلى كوبايه شاي. تسلم ايدك. وطبعا لازم نختم اليوم الجميل ده من عند كافيه الرفاعي. تعالوا بينا نشوف طلبنا ايه. يلا بينا. فايبس المكان حلو قوي، والمكان طبعا فيه قعده جامده جدا اوت دور، وده اكتر الاماكن اللي في بنها اللي بتقدم قيمه مقابل سعر. طلبنا كذا ايتم وكان منهم الايس كريم ده اساسي، والكوفي والكوكيز، وطلبنا قطعه جاتو. اول حاجه بقى الجاتو بجد لحد بالليل كان فريش وطعمه جامد، وبجد المكسرات اللي كانت فيها بجد طعمها حلو قوي وعجبتنا كلنا. وما ينفعش نكون موجودين في الرفاع غير لما نطلب ايس كريم، بجد الايس كريم بتاعهم خطير يا جماعه، واللي ما جربش الايس كريم بتاع الرفاعي فايته بجد كتير. كل الفليفرز بتاعته تحفه، انا بتعجبني من عنده التوت واللوتس والبيستاشيو بجد كلهم تحفه. وطبعا كوكيز الرفاعي من احلى الحاجات اللي انا بحبها من هناك، دايما فريش، والشوكليت شيبس اللي جوه بجد طعمها خطير. وطبعا القهوه التركي من عند الرفاعي من اكتر الحاجات اللي بحبها. بنصحكم جدا تجربوا كافيه الرفاعي وتقولوا رايكم ايه فيه. ويا بختك وهناك لو انت ماشي في شوارع بنها وقابلت السواق الفرفوش. بحبك حبيبي. يلا بنا يا طنطا اسكندريه سيدي جابر. بنا يا طنطا اسكندريه سيدي جابر. قرب يا مدام، واحده ورا والتانيه قدام. قرب بحري ومنشيه قبل نفاذ الكميه. قرب بسرعه على العربيه. بنا بنا بنا. حاضر حاضر حاضر. من قائد الطائرة جامبو اير فرنسا الطائرة 2202 الرحلة 692 القادمة من مطار بنها الدولي. على جميع السادة الركاب والأحزمة، على جميع السادة الركاب دفعوا من الأجرة. بحبك.